مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. والحوار اللي أنا راجعة بيه النهاردة هيكون عن الممثلين. طبعا أنا سامعة في الفترة الأخيرة ومن امبارح، بس في الفترة الأخيرة عامة يعني إن في ممثلين ومغنيين وناس المشاهير يعني عندنا في مصر بيعاملوا الناس بطريقة وحشة. بس الموضوع ان العيب مش فيهم على فكرة، العيب فينا احنا، علشان احنا اديناهم اكتر من حقهم. هما في الاخر شخص عادي زي وزيك، هو بس شغلانته مختلفة عن شغلانتك، لكن احنا في مصر بنديهم اكتر من حقهم بكتير جدا. زمان في الزمن القديم كانوا بيقولوا عليهم مشخصاتية، يعني ملهمش اي لازمة وملهمش اي قيمة في الحياة، بس احنا اللي عملنا لهم قيمة. ان واحد مثلا زي عمرو دياب بيقول على السواق بتاعه حيوان، او يضرب واحد، او كل بقوا بجد بجد بقت فئة غريبة، وكلهم فئة، سوري يعني في اللفظ، كلهم فئة واطية حقيقي من اولهم لاخرهم، واحنا اللي اديناهم اكتر من حقهم. وبعدها تاني، عندنا هنا الممثلين والمغنيين لما تقابلهم، على فكرة أنا لما بسافر في المطار بقابلهم كتير جدا اللي هم شغالين ممثلين هنا ومغنيين، ولا حد بيعبرهم، ناس عاديين. واحد مسافر زيي وزيك في المطار، لا تلاقي عليه ناس متلميين، ولا تلاقي عليه طابور قد كده، ولا تلاقي عليه. عندنا حقيقي حقيقي في مصر عندنا عادات وتقاليد غريبة جدا، بالذات عند الموضوع ده. العادات والتقاليد بتاعتنا ملهاش حل بجد. لكن لو احنا بدأنا من نفسنا ان احنا ما ندهمش اكتر من قيمتهم، وان احنا نعاملهم على انهم لا شيء، حقيقي هم فعلا هيبقوا لا شيء. هم حتى دلوقتي لا عادوا بيعملوا حاجات حلوة، ولا عادوا بيمثلوا تمثيل حلو، ولا عادوا بيعملوا لنا اي حاجة حلوة. انا زمان اول لما جيت النرويج كنت بتفرج على مسلسلات رمضان، وكنت بستنى مسلسلات رمضان واقعد اتفرج عليها على الانترنت، واتفرج عليه كل يوم واستنى الحلقة بحلقتها. دلوقتي مفيش اي حاجة بتشدني من اللي هم بيعملوها، لان كل اللي هم بيعملوه بجد بيجيبوه من وكر الزبالة. ودايما في مسلسلاتنا وفي افلامنا دايما مبينين احنا الوحشين. كل الشعب المصري وحش، احنا مش وحشين قوي كده على فكرة. فاحنا لو عملناهم بالطريقة اللي هم يستاهلوها مش هيوصلوا للمرحلة دي. عندنا مفيش الكلام ده. عندنا حتى لو قابلت ممثل و يعني مش هقول ضايقته، بس وقفته او حاولت ان انت تسلم عليه، او حاولت ان هو يمديلك على حاجة، بيعاملك باحترام، مش بيعاملك زي المصريين خالص. فيا جماعة يا جماعة بطلوا تدوهم اكتر من حقهم. فعلا 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 جربوا ان انتوا بطلوا تدوهم اكتر من حقهم، وهتشوفوا النتيجة في الاخر، صدقوني. لان انا سمعت ليلى علوي في برنامج وهي بتتكلم على ان كانت في اجازه وولاد اختها، كان في ممثل امريكي وولاد اختها حبوا يسلموا عليه، فقالت لهم روحوا سلموا. يعني انتوا عارفين ان انتوا كمان ممكن لو قابلتوا حد من اللي انتوا معجبين بيه تسلموا عليه، او ان انتوا تبقوا عايزين تسلموا عليه، لكن ما بتدوش العذر للناس التانية خالص. فما ينفعش تاخدوا اكتر من حقكم على فكره. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.